السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو كده حاجة عظمة على العظمة. النهاردة العيش المصري الفلاحي على اصوله، وهعرفك تعجين ازاي، وهعرفك ترح ازاي، وازاي العجين ما يكلكعش منك، لان في ناس بتعجن وتلاقي العجين كله كلاكيع كده. انا هقولك ايه اللي بيخلي العجين يبقى مكلكع. كل التفاصيل النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت الفيديو تكملوه للاخر، هيعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك اذا كنت بتشوف القناه لاول مره، ويا ريت اللايك اللايك اللايك. دلوقتي انا اول بدايه كده لازم الدقيق طبعا يتنخل. لا بيبقى فيه رده، حتى لو بتعملي حاجه بدقيق زيرو اللي هو الدقيق اللي هو المتعدد الاغراض الفاخر ده، لازم يتنخل. اي دقيق لازم يتنخل، ما انتش ضامنه يكون فيه ايه. اه فاحنا بننخل الدقيق عشان كمان الدقيق البلدي بتاعنا العادي ده بيبقى فيه ردة. ما ينفعش ان انا اعجن بالردة دي، بتسمر العيش وبتخليهوش حلو، فلازم بنفصل الردة دي عن الدقيق. انا خلصت بقى ونخلت الكمية بتاعته اهو، وجبت كيس خميرة فورية وارشه كده على الدقيق، وشوية ملح. انا بملى ايدي كده ملح، والملح كده مش كتير، لان الملح هو اللي بيظبط العجين على فكرة. اذا انت قللتي ملح العجين بيسيح ويلزق منك، يعني العجين تلاقيه عمال يلزق في ايدك كده، لا بتعرفي تريحيه ولا بتعرفي تشيليه من مكانه، بسبب ان الملح قليل. وطبعا ما تزوديش الملح ان انت تاكل العيش تلاقيه حادق. هو كده مظبوط، والله مظبوط بال10 على 10 اهو. ايه بقى اللي بيخلي العجين يكلكع؟ ان انت بتحطي الميه وبعد كده بتحطي الدقيق. بص انا حاطه الدقيق، بعد كده بحط الميه بالتدريج حبه بحبه، يقوم العجين ايه ما يكلكعش منك. لكن انت لو انت حطيتي نص القرونه دي ميه وقعدت تحطي في الدقيق، الحبه اللي تحت كلهم بيبقى كلهم كلاكيع. فهي دي احسن طريقه ان العجين بتاعك ما يكلكعش، ان انت تحط الميه فوق الدقيق. الميه طبعا دافيه لان احنا في الشتاء، انما في الصيف بناخد ميه من الحنفيه اهو. قلب بقى كله مع بعضه من تحت لفوق، من تحت لفوق، لحد الدقيق بتاعي كله ما يتشرب من الميه. عمره ما يكلكع منك، عمره بالطريقه دي عمره ما يكلكع. واحط الميه بالتدريج خلاص. اه شايفه العجين بتاعي بقى عامل ازاي؟ اللي احنا بنعمله ده اسمه بلت العجين. لسه كمان انا هقعد الت تاني. احط شويه ميه واقعد اشرب فيها. بس